سفيان رحيمي قدم واحد من احسن المواسم ديالو في المسيره ديالو، لحيتاش غادي ياخذ احسن لاعب في اسيا وحتى احسن هداف من بعد ما ربح الفرقه ديالو العين دوري ابطال اسيا، وحتى غادي يولي الهداف التاريخي ديال المغرب في الاولمبياد. فكيفاش وصل سفيان رحيمي لهذا المستوى هذا، وشنو هما الصعوبات اللي واجهها، وكيفاش عاش فاش كان صغير؟ فاسمع لهذا الشيء. السنوات الاخيره ديال القرن العشرين نادي الرجاء البيضاوي كان كيعيش فترات واعره في ديك الساعه، لحيتاش حقق 6 ديال البطولات متتاليه وجوج بطولات ديال دوري ابطال افريقيا بواحد الجيل ديال اللاعبين اللي كان واعر بزاف. وبين هذا الجيل هذا كان بينهم واحد الشخص اللي دوز سنوات طويله مع هذا الفريق هذا، اللي هو محمد رحيمي. هذا الراجل غادي يحضر لجميع التتويجات ديال الرجاء في داخل الملعب، واكثر تتويج غيبقى راسخ ليه في الذاكره ديالو هي البطوله الثانيه اللي تحصل عليها الرجاء في عام 1999. نهار 2 يوليو 1999 كان عند نادي الرجاء مباراه مصيريه ضد اتحاد طنجه، مباراه غادي تسالي بالفوز ديال الرجاء وتحقيقهم البطوله الثانيه في تاريخهم. ولكن الفرحه غادي تكون مدوبله لمحمد رحيمي، لحيتاش في نفس ذاك النهار غادي يتزاد عنده الطفل جديد في الاسره، وكان غادي يكون الاسم ديالو البطل. وهادشي كان تحت طلب لواحد من المسؤولين ديال الرجاء، ولكن العائله شافت بان الاسم هذا ماشي مناسب، داكشي علاش غادي يختاروا ليه الاسم ديال سفيان. فسفيان غادي يتزاد في عائله كرويه وتحديدا باللعابه ديال نادي الرجاء، بطبيعه الحال غادي يكبر وعنده اهتمام كبير بهاد الرياضه هذه وباغي يوصل فيها، خصوصا وبان المنزل ديالو كيتواجد بالقرب من التدريب ديال نادي الرجاء. فغادي يكبر سفيان كل يوم كيشوف لعابه كبار قدامينه، كيشوفهم كيتدرب وحده وكيتعلم منهم. بطبيعه الحال غادي يبغي هاد الرياضه هذه، وبدا كيتدرب بشويه مع الفئات السنيه ديال الرجاء، وبقى كيتدرج بشكل تدريجي مع الفئات السنيه توصل الفئه ديال الشبان. ولكن غادي يتصاب بواحد الاصابه اللي هي خطيره في الركبه، حتى انه غادي يتم التغيير ديال مكان التدريب ديال نادي الرجاء. داكشي علاش غادي تخلي المشاركه ديالو قليله مع الفئه هذه، واكتفى بالحضور مع لعابه اللي هما كبارين عليه في مركز التكوين ديال الرجاء. ولكن فاش رجعوا يتدربوا في مركز التدريب القديم غادي يرجع سفيان يتدرب معاهم، وغادي يوصل الفريق ديال الامل. ولكن بسبب الغياب ديالو التنافسيه ما غاديش يشارك في بزاف ديال المباريات، ولكن ما غاديش يستسلم لحتاش غادي يطور راسو وما غاديش يحبس من التدريب حتى غادي يتم التعاقد مع الاطار الوطني رشيد الطوسي باش يكون المدرب ديال الفريق الاول ديال الرجاء. فالطوسي غادي يقرر باش ينظم مباراه يجمع فيها جميع اللعابه ديال الامل باش يحاول يشوف المستوى ديال الفريق، وفي نفس الوقت يجيب لعابه الفريق الاول، خصوصا انه بدات معالم الازمه الماليه لهذا النادي هذا. وبين الاسماء اللي تم الاختيار ديالها هو سفيان رحيمي، لا يدخل معهم المعسكر من بعد ما خدا الثقه الكامله مع المدرب الطوسي. ولكن بسبب بزاف ديال الاسباب ودخول الرجاء ازمه غادي يمشي بسبب المدرب حتى رئيس بوطريقه من الرئاسه ديال النادي. بسبب هادشي غادي يرجع سفيان لفريق الامل مره اخرى، ولكن الاسباب اللي هي غير معروفه. داكشي علاش رحيمي غادي يحس براسو بانه غير مرغوب فيه، وغادي يتم الاخبار ديالو باش يمشي يقلب على نادي اخر. هادشي ما غاديش يعجب سفيان ولا الاب ديالو، فغادي يوصل رحيمي والفريق الرجاء اتفاق باش يخرج اللاعب كايعاره هذا الموسم، وداكشي اللي غادي يوقع. وغادي يمشي سفيان رحيمي النادي ديال النجم الرياضي، وغادي يكون واحد من احسن الحاجات اللي غادي يديرهم في المسيره ديالو. فغادي يلعب عام واحد وغادي يقدم مستوى كبير وغادي ياخذ ثقه، خصوصا بان القدره ديالو على اللعب في جميع المراكز بلا هجوم. داكشي علاش غادي يقدر يسجل 15 البيت في 120 مقابله لعبوا معاهم. هاد العروض الواعره اللي قدم سفيان ما غاديش تمر غير هكاك، حيتاش فتحي جمال المدير التقني ديال نادي الرجاء غادي يشوف الاداءات اللي كان كيقدم. داكشي علاش غادي يعيط لسفيان باش يجي ويثني العقد ديالو مع الرجاء البيضاوي. اللاعب اللي غادي يتم الاقحام ديالو مباشره مع التدريب ديال النادي، وهادشي تحت القياده ديال المدرب الاسباني خوان غاريدو. هذا المدرب غادي ينبهر بالمؤهلات ديال سفيان، فسفيان غادي يبدا اول اختبارات ديالو مع الرجاء بنجاح، حيتاش كانت اول مقابله ديالو مع الفريق في الكاف ودار مستوى اللي هو واعر. موراها غادي يبين مستويات واعره مع النادي، وغادي يماركي بزاف ديال البيوت، وغادي يحقق نتائج اللي هي مزيانه حتى غادي يوصلوا للنهائي. والنهار ديال 25 نوفمبر 2018 كان هو النهار ديال سفيان، وفي ملعب محمد الخامس غادي يدخل سفيان اول مره في نهائي قدام جماهير اللي كانت كتسنى القاب من شحال هذه من بعد سنوات طويله بدون تتويجات افريقيه. رحيمي كانت عنده رغبه كبيره باش يربح باول لقب ليه رفقه الرجاء، وكان هو الرجل ديال المباراه من امتياز، لحيتاش غادي يماركي 2 ديال البيوت.
هنا غادي يجي الاياب في كينشاسا. المباراة غادي تكون صعبة بزاف على النادي الرجاء، واخا غادي يخسروا ب3-1 الا اللقب غادي يكون رجاوي. وفاس سفيان غادي يرجع للبطولة، غادي يكمل الموسم ديالو مع الفريق بالسا ديال البيوت من المركز ديال الجناح الايسر، المركز اللي غادي يقدم فيه مستويات اللي واعرة بحكم السرعة ديالو والمراوغات ديالو حتى الاهداف ديالو. وفي نفس ذاك الموسم كان رحيمي على موعد مع ثاني الالقاب ديالو القارية رفقة ديال هذا النادي هذا، ولكن هذه المرة هذه خارج المغرب وبالضبط قطر، اللي غادي يلعبوا نهائي كاس السوبر الافريقي ضد نادي الترجي التونسي، واللي غادي يربحوه، واللي غادي يكون اللقب الثاني اللي غادي يربحوا معاهم. هذا الشيء غادي يحفزوا بزاف الموسم اللي جاي باش يقدم مستويات واعرة، خصوصا انه كان عند الرجاء كان عنده منافسات اللي هي كبيرة، اهمها هو الشامبيونز ليغ وحتى كاس العرب. رحيمي غادي يبدا الموسم بشكل اللي هو واعر مع الفريق، الموسم اللي غادي يكون غادي مزيان، ولكن النقطة السوداء اللي كانت فيه هو الاقصاء المبكر من كاس العرش حتى الخسارة في نصف النهائي دوري الابطال ضد الزمالك من مصر. ولكن على المستوى ديال البطولة غادي يحسمها نادي الرجاء في اخر دقيقة من الماتش، وسفيان رحيمي غادي ياخذ احسن لاعب في البطولة وحتى التأهل النهائي كاس العرب. من بعد التأهل في واحد المباراة تاريخية ضد الغريم الوداد الرياضي، سفيان ما غاديش يبقى لاعب ناشئ في الرجاء، ولكن غادي يولي واحد من النجوم ديالو، واحد من اللاعب الحاسمين في النادي. كتكريم لهاد المجهودات ديالو غادي تجدد الاداره ديال الرجاء عقد اللاعب، ولكن في ذاك الموسم ما كانش المعالم ديالو واضحه بشكل كبير، لحتاج غادي يكون اقصاء مبكر من دوري ابطال افريقيا. ولكن رحيمي غادي يدير مباريات واعرين في الكار، لحتاج غادي يماركي في جميع الادوار، اللي غادي يحجز فريقه مقعد في النهائي ضد فريق شبيبه القبائل. وهاد المره غادي يكون النهائي مكون من مباراه واحده، وكان طامح نادي الرجاء باش يدي هاد البطوله هذه. وداكشي اللي غادي يوقع من بعد جوج ديال الاهداف اللي غادي يماركيهم مالونغو والرحيمي، واللي تبت فعاليه كبيره في ذاك الموسم، بالرغم من الاحراز ديالو لجائزه افضل لاعب في البطوله وحتى جائزه افضل ممرر. غادي يحتل مع فريق الرجاء المركز الثاني. في يوم 21 غشت 2021 غادي يخوض سفيان اخر مباراه ديالو مع الرجاء من بعد ما توصل الرحيمي اتفاق مع نادي العين الاماراتي باش يشريو عقد ديال اللاعب. تم توقيع العقد قبل المباراه ديال الفينال ديال كاس العرب، ولكن كانت رغبه ديال سفيان باش يلعب النهائي، الشيء اللي دفع الاداره ديال نادي العين باش تفهم هذه القضيه هذه وتخليه يلعب، وتكون ليه اخر مباراه مع الفريق ديال النسور اللي انتهت بتتويج الرجاء بكاس العرب. انتهت مع واحد من اجمل الحكايات لواحد من افضل اللاعبين اللي دازوا على الرجاء. من بعد هذه المستويات كامله اللي قدم مع الرجاء كانت من الضروري المناداه على سفيان باش يلعب مع المنتخب. البدايه غادي تكون من المنتخب المحلي تحت قياده المدرب حسين العموته باش يجريو تصفيات الشان اللي غادي تقام بالكاميرون. من بعد التاهل ديالهم في 21 ديسمبر 2021 غادي يلعبوا الشان. هذه البطوله هذه غادي تزيد ترفع من القيمه ديال سفيان، وتيجا من بعد ما توج رفقه المنتخب بالكاس، وحتى انه غادي تعطالو الجائزه ديال افضل لاعب في البطوله حتى جائزه افضل هداف، الشيء اللي غادي يخلي وحيد خليلوزيتش يستدعى باش يكون واحد من الاسماء اللي غادي تمثل المنتخب المغربي في الكان. ولكن رحيمي غادي يبدا البطوله من دكه البدلاء، وغادي يستمر الحال هكا طوال البطوله، الشيء اللي غادي يخلي الجمهور المغربي يطالب باش يدخل سفيان رحيمي ويلعبوا. وفعلا غادي يتم الاشتراك ديالو في الشوط الثاني في المباراه ضد مصر، ولكن من ذاك المباراه المغرب غادي تقسم. ومورا ما سالت البطوله غادي يبدا الرحله ديالو مع الفريق ديال العين، وغادي يبدا صفحه جديده من المسيره ديالو. المسار ديالو على مستوى العين الاماراتي كان واعر بزاف، حيت في الموسم ديالو في الدوري الاماراتي غادي يلعب 26 مقابله، غادي يساهم فيها 22 هدف. في البدايه ديال الموسم الثاني ديالو مع الفريق غادي يوقع سفيان رحيمي بدايه جيده معاهم، واللي تزامنت ديك الفتره مع تعيين وليد الركراكي مدرب المنتخب الاول، وحتى مع اقتراب كاس العالم. فسفيان غادي يكون في اللائحه الاولى ديال المدرب، ولكن ما غاديش يكون متواجد في اللائحه النهائيه اللي غادي تمشي لكاس العالم 2022، الشيء اللي غادي يخلي الشارع المغربي يطرح بزاف ديال التساؤلات اللي ما بيناتهم علاش الركراكي ما بغاش يعيط لسفيان. غادي تستمر هذه المطالبات لفتره اللي هي طويله الى غايه هذا الموسم هذا. في هذا الموسم هذا غادي يقدم سفيان رحيمي احسن المستويات ديالو من يبدا المسيره ديالو، لحيت في هذا الموسم هذا غادي يلعب سفيان رحيمي 46 مباراه، غيقدم فيها 35 مساهمه، 28 بيت و7 ديال الاسيست. ومن بين الاهداف هذو اللي ماركاهم هي ثنائيه ضد النصر السعودي، وهاتريك ضد الهلال، وثنائيه في الفينال ضد يوكوهاما اللي غادي يربحهم كاس اسيا، وغادي ياخذ افضل لاعب في البطوله وافضل هداف فيها. ومن بعد المستويات اللي قدم غادي نشوفوا رحيمي مره اخرى مع المنتخب المغربي. كان اول استدعاء رفقه المنتخب من فتره اللي هي طويله، وغادي يعتمد عليه وليد الركراكي مباراه وديه يلعبهم، ومن موراها غادي يتم الاستدعاء ديالو من المدرب طارق السكيتيوي باش يمثل المغرب في الاولمبياد ديال باريس. وفاش بدات البطوله سفيان غادي يدير مستويات اللي هما واعرين بزاف ضد الارجنتين،
فلسطين واوكرانيا حتى العراق، وغادي يماركي في جميع المباريات، واللي غادي يولي الهداف التاريخي ديال المنتخب في الاولمبياد. فنتمناو ليه التألق ويكون فعال مع المنتخب قادم للاستحقاقات، حيت هذا اللاعب هذا قادر يعطي بزاف مع اي فرقه لعب معاها. علاش لا نشوفوه مع شي فريق كبير الدوريات الاوروبيه. فهادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا، نتمنى انه يكون يعجبك. يعجبك متنساش دير واحد لايك، ابونا في لاشين، بارطاجيه مع صحابك. تهلاو.